مقطع فيديو جميل لحشرة الفراش. العثة حشرة تتسلل إلى فم النائم وتؤدي إلى وفاته. تسببت في 50% من حالات الربو في السعودية، والفرش المتسخة تنشرها. حذر أخصائيو جلدية من حشرة تتسلل إلى فم النائم عبر الفرش والبطانيات والوسائد غير النظيفة، مبينين أن تجمع الأوساخ في المكان يوفر لها بيئة خصبة للعيش والتكاثر في الغرف. وقال الدكتور محمد بديع عرموش أخصائي جلدية في مجمع العيادات التخصصية في الرياض إن حشرة النوم العثة هي من الحشرات الطفيلية التي تعيش في الملابس والفراش، حيث تسبب جميع أنواع أمراض الحساسية، من أهمها حساسية الصدر الربو، موضحا أن هذه الحشرة إن تسببت في رفع التحسس الصدري لدى الشخص فإنها قد تؤدي إلى نوبة ربو شديدة ينجم عنها الوفاة في حال استمرارية إهمال النظافة. وأكد عرموش أن الوقاية من العثة تتمثل في تهوية المنزل وتعريض الفرش لأشعة الشمس أو الكي، لافتا أن التهوية وأشعة الشمس تقتلان هذا النوع من الطفيليات، ومؤكدا ضرورة استخدام أنواع معينة من المطهرات الخاصة التي من شأنها القضاء على مثل تلك الحشرات التي لا ترى بالعين المجردة. وأوضح أخصائي الجلدية أن حشرة النوم تعيش في الفرش المحشوة بالصوف، حيث تعيش على الصوف بجميع أنواعه سواء كان في الملابس أو الفرش، وذلك في ظل غياب النظافة العامة، لافتا إلى أن حشرة العث قد تسبب ضيق التنفس، وموضحا أن أكثر من 50% من حالات الربو في السعودية خلفتها هذه الحشرة، إذ يعد الأطفال الأكثر عرضة لها، وذلك لأن الجهاز التنفسي لديهم أقل مناعة من الكبار. وتعتبر حشرة عث الغبار أو حشرة الفراش كما يطلق عليها البعض حشرة دقيقة لا ترى بالعين المجردة، تسبب ضيق التنفس عندما تدخل إلى المجاري التنفسية. تتغذى على قشور الجلد الميت الصغيرة والتي يطرحها كل إنسان بشكل مستمر، ومع أن هذه القشيرات لا ترى بالعين المجردة إلا أنها غزيرة جدا. ويأتي الاهتمام بنظافة الفراش مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم